مساء الخير. بعد ما اعتراف جميع الافراد المكونه من اسره البرنامج اللي هي مكونه من شخص واحد ان النظام الاجتماعي في العالم البشري بايظ ومحتاج يتغير، وفي حاجات كتير قوي محتاجه تتغير فيه. آه، وصلنا لهذا التوصل الاتي: ان اكتر نظام اجتماعي ناجح هو النظام الاجتماعي بتاع الاسود، و... وده ناجح من آلاف السنين. فانت هتيجي تسألني سؤال يا ابو حميد، تقول لي هو ازاي الاسود عندها نظام اجتماعي وازاي النظام الاجتماعي ده ناجح؟ فهنيجي نرجع للانسان، انسان الكهف، الانسان اللي كان موجود هنا قبل الاف السنين وكان عايش حياة سعيدة ومبسوط وبياكل وبيتزوج وبيشرب وحياته تمام التمام. فاحنا دلوقتي هنيجي نفكر ازاي كان في نفس نظام الحياة ما بين الرجالة، ما بين الكائن البشري والأسود في سنة 7000 قبل الميلاد، قبل كمان الحضارة الفرعونية، يعني عشان الحضارة الفرعونية ما كانتش بتقول اللي احنا بنقوله دوت، لأن الحضارة الفرعونية للأسف حاليا اوت ديتد جدا، وكانت بدأت تحاول تمودرنايز ماشي. كانت بدأت تحاول تخلي الحياة مودرن أكتر. طبعا مش زي دلوقتي، بس كانت بتحاول تخلي الحياة مودرن أكتر وتدي المرأة دور أقل، وتهشتكها وتبشتكها، بس الكلام ده مش صحيح. فنظام الحياة زمان عند الأسود حاليا وعند إنسان الكهف سابقا كان بيعتمد على الآتي: أن المرأة، سواء أنثى الرجل أو أنثى الأسد، هي التي كانت تعمل في الصباح وتقوم على الاعتناء بالأسرة وإحضار الغداء والطعام لهم. ودي كانت معلومة حقيقية، وحتى دور في الكتابات الهيروغليفية هتلاقي ان الموضوع حقيقي. انا عمال اتلعثم ليه؟ يخرب بيتك حسام. المهم، ف... فانت دلوقتي هتيجي تقارن، تقول لي يا ابو حميد طب وحياه الاسد دي كانت عامله ازاي؟ فاحنا زي ما احنا عارفين ان النظام الاجتماعي في الاسد، في حياه الاسود عامه، ان الاسد ملك الغابه، برنس ما بيتحركش من مكانه يعني. فانثى الاسود هي اللي بتروح وبتصطاد وبتجيب الفريسه يعني للاسره بقى عشان تاكل بعد كده وبتاع. ف... فانت هتيجي تسالني يا ابو حميد طب هي مش ده نوع من انواع الفيمينيزم؟ هقول لك لا، هي المرأة قادرة على ان هي تعيش حياة لوحدها، بس ده مش فيمينيزم قوي يعني. بس انت هتقول لي هل المجتمع الاسدي، مجتمع الاسود، في فعلا حقوق المرأة والفيمينيزم، وان هم بيحاولوا يخلوا المرأة زي الرجل او يمكن في نفس المستوى او يمكن في مستوى اعلى؟ والله التجارب العلمية والابحاث اثبتت ان ده كلام فيه جزء من الصحة وجزء لا. بس هي المرأة اللي بيكون عليها وظيفة الصيد وتجميع الكائنات عشان الأسد الزوج يتغذى وياكل ويبقى قادر على ممارسة حياته وقيلولته. فانت دلوقتي هتيجي تقول لي الاسد حياة ايه اللي الاسد بيمارسها طالما هو ما بيصطادش وما بيعملش حاجة وبيستنى الاكل يجي له على الجهاز؟ فهقول لك صديقي، انت مش عارف ان الاسد دوره كبير قد ايه. انت طبعا ان الزوجة مقدرة ان الاسد هو الزوج اللي هو الذكر اللي هو ملك الغابة، مقدرة ان هو سبب كبير في تكوين الأسرة، يمكن واخد 50% في المساهمة يعني. فهي بتقدر ده جدا وبتحاول تجيب له الأكل. دي حاجة. تاني حاجة بقى ان يعني في مجتمع الأسود أكيد في أسود سنجل برضو، يعني ربنا ما كرمهمش، يعني معهمش الفلوس ولا الصلاحيات ولا القدرات ان هم يتجوزوا، ودي حاجة ما تعبش أي أسد يعني، بتحصل في أحسن عائلات. فالأسود دي غالبا ما بتركزش ان هي تصطاد، هي بتهجم على أسود تانية مكونه في اسر، يعني بتسيب الاناث تصطاد وبعد كده تروح تهجم على الكهف اللي هم عايشين فيه او وات ايفر بقى المكان اللي هم عايشين فيه، وتاخد ايه اللي فيه النصيب من الوليمه اللي هم عاملينها وتروح تاكل. فيجي هنا بقى دور الزوج. دور الزوج هنا يجي في الدفاع عن اسرته وحمايه الاكل وابنائه وامراته من هجوم هذا السنجل الغدار. هتقول لي بقى ده ممكن يكون عشان عنده وقت فاضي، ممكن يكون عشان عنده فراغ عاطفي، ممكن يكون كده. آم، في الواقع صديقي ممكن فعلا تكون كده وممكن لا، بس هو للأسف هي دي الطريقة اللي الأسود عايشين بيها. ف فاللي هو يجي الأسد السنجل، أنا ليه هروح أصطاد وأتعب نفسي وهقف وسط السيدات المرآات العاملات، هيبقى شكلي وحش بينهم يعني، هبقى أنا الوحيد وسط إخواتي الرجالة اللي واقف بيصطاد جنب مراتاتهم وأبنائهم وبتاع، شكلها وحش. ف... فهو يعني برضه بيحاول يحافظ على صورته في وسط المجتمع، بعيدا عن ان هو صورته بقت خلاص مشوهة بان هو اسد عانس ليس له القدرة على الزواج، ودي طبعا فيها شيمنج للصبح. فبيحاول يختلس
بعض من الاكل من ايا كان جيرانه بقى اللي مكونين اسر، علشان برضو المنظر العام. فيجي هنا بقى دور الاسد الرجل، دور الاسد الرجل الشهم اللي هيبقى نايم في بيتهم طول اليوم، بس لما يجي الاسد السنجل دوت الغدار الغشيم، هيقف له هيقول له انت بتعمل ايه عندك؟ انت انت بتحاول تداري ضعفك ليه؟ فبيجي هنا دور الاسد. طبعا في دور تاني لتربيه الابناء وكده، بس ده الاسد ما بيشاركش فيه قوي برضه يعني، لان هو بيربي ابنه على ان هو يبقى زيه يعني. بيعلمه ازاي، امتى يقيل، امتى يبص على شؤون الاسره، امتى ياكل، ازاي ياكل، كميات. ما هم برضه عندهم دايت روتين قاسي يعني، عشان يفضل بالشيب اللي يخليه عارف يتزوج وعارف يؤدي وظائفه الزوجيه بطريقه كويسه. فده نفس الكلام اللي كان عايشه انسان الكهف. انسان الكهف كان بيصحى الصبح، ينزل يتمشى، المرأة بتقوم بالزراعة، هو ممكن يصطاد ممكن ما يصطادش، صباح الفل، الأكل كده كده موجود. يرجع الأنثى تطبخ برضه وتعيش حياتها وياكل وينام. فأنا شايف إن ده الأسلوب الصحيح للحياة. إن أنت لو فكرت فيها، ما كانش في مشاكل. مثلا عمرك ما تسمع عن مشاكل، مثلا عمرك ما تسمع عن زوجة واخدة زوجها في محكمة الأسرة عشان هو مش راضي يشغلها. عمرك ما هتسمع عن المشاكل السطحية دي، لان كل واحد كان عارف دوره كويس وبيأديه. الناس دلوقتي بدأت تغير في الادوار وبدأت تلعب في الادوار، عشان كده الوضع بدأ يسوء. هي دي المشكلة. احنا محتاجين نرجع لادوارنا، نرجع لحياتنا في الكهف، نرجع لان احنا ننام بعد المغرب ونصحى بعد الفجر، ونعيش حياة كريمة سعيدة مبسوطة، نبقى مبسوطين كده مع بعض، وناكل وننام وبس. دلوقتي كل واحد بيدور على تحقيق ذاته في المجال الوظيفي، تحقيق ذاته من حيث تحقيق ذاته وارضاء غروره بان هو يهدم الناس اللي حواليه. ودلوقتي مجتمع الاناث بيدور على حاجه اسمها الفيمينيزم، وهي حاجه لحد دلوقتي مش واضحه وصريحه المعالم. وبندور على المساواه، لان وللاسف المساواه دي مش هتحصل، لان احنا ما ينفعش يبقى في مساواه اصلا. كل واحد لازم ليه ادواره وليه مسؤولياته. فاحنا ما ينفعش نساوي ما بين بعض في الادوار والمسؤوليات، لان ده هيؤدي لاختلال النظام البيئي واختلال الايكو سيستم اللي احنا عايشين فيه، وهيولد الكثير من العنف والعدوانية ما بين المجتمع. واخر حاجة احب اقولها ان احنا لازم نرجع للحياة زمان. الحياة زمان كانت ابسط، كانت اهدى، الناس كانت كلها مستمتعة مع بعض. الحياة زمان كانت اروق بكتير. للاسف احنا ما بقيناش روشين، بقينا بنتكلم بلغات عديدة ما حدش فاهم منها كلمة، وما بقيناش عارفين سيستم المجتمع المفروض يروح لفين يعني. فمن موقعي هذا ومن هذا المنبر وأمامي هذا الميكروفون، أحب أن أقول إن المرأة نص المجتمع، وإن الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، وإن الراجل من غير كرش ما يسواش قرش. ولمعلوماتكم يعني لمعلوماتكم، إذا نمت الأسود فاحتلت الضباع المجتمع. هو احنا حاليا في مجتمع مليء بالضباع. واللي هيسألني ايه الضباع ده ايه الضباع ده، واللي هيسألني الضباع بيعملوا ايه، هقول له اقرا مجلة ميكي قبل ما تنام. وبس احب يا رب تكون الناس استفادت من اللي انا بقوله ده، وكل اللي انتوا سمعتوه ده هو ده البرشامة الحياة السعيدة في المجتمع والحياة الزوجية السعيدة. واتمنى ان تكون كل الاشخاص وصل لها الاحساس اللي انا حاسه، وصل لها روح القتال والعزيمة انا بقولها. واي كلمة انت سمعتها هنا اعمل عكسها. وبس. واتمنى ان يكون كل انسان عارف دوره في المجتمع ايه، و... والانهزامية ما تلحقش بيه. وبرضه في الاول وفي الاخر احب اقول لك انه ربنا يولي من يصلح، وان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وان الانسان لازم يكون فاهم 3 حاجات. اهم 3 حاجات في الحياة هي الاكل والنوم والنوم، مفيش حاجة تالتة. آه وبعد كل ده احب اشكركم، واحب اقول من منبري هذا في الاخر انه للاسف 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 مجتمع لن ينصلح حاله الا بانتهاء الفرايد تشيكن. احنا لازم نقوم من هنا ومن مكاننا هذا بحملة ضد كل انواع مطاعم الفرايد تشيكن اللي احتلت الكوكب واحتلت مصر، وغالبا وقريب جدا هتحتل بنجلاديش. وشكرا.